سنن الموات. من أحيا سنة أميتت فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. في سنن من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد إماتتها، وما أحدث الناس في دينهم من البدع فمقابل كل بدعة أحدثت سنة تموت. لذلك بنقول إن الحب في الله والاستعلام به، إن كل شيء يقول أنا بحبكم في الله، والله أنا بحبكم في الله، أنتوا أحبابي في الله، انظر يا حبيبي في الله. إظهار الحب ده سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. لما تحب أحد في الله قل له أنا بحبك في الله، قل له أنا بحبكم في الله، قل له أنا بحبك في الله. وهذه سنة. إحياء إيه؟ سنة زي ما هنتكلم دلوقتي في مسألة تعميق أواصر الأخوة. سنن الأخوة بقى الزيارة في الله، التكافل والتناصر. احنا عايزين النهاردة، وأريد أن يكون هذا واجب الأسبوع، هذا الأسبوع، إحياء سنة أميتت. إحياء سنة مثلا السواك. عايزك تشتري ربطة سواك كده وتبدأ توزعها على الناس، يبقى كل الناس كده وقت الصلاة عند إقامة الصلاة كل الناس في إيديهم سواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمثلا من السنن التي أميتت النهاردة الإسعاف بالجاه. سنة إن الإنسان إذا كنت تقدر تخدم أخوك في حاجة اخدمه لوجه الله. الخدمة وجن خير الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من السنن المهجورة إنك أنت تقول أنا هروح النهاردة أزور فلان أدخل عليه السعادة. من السنن المهجورة إطعام الطعام. سنة إنك أنت يبقى عندك كل يوم توكل حد، توكله. من السنن المهجورة أيضا التبتل، الانقطاع لله. ناس كتير جدا بياخد أسبوع أجازة يروح يتفسح، بيعمل ويك اند في أي منطقة أو أي مكان قريب أو بعيد. اعمل أنت ويك اند اعتكاف، معتكف في المسجد خميس وجمعة، معتكف في المسجد جمعة وسبت، معتكف في المسجد من المغرب للفجر، معتكف في المسجد من الفجر إلى المغرب إلى آخره، معتكف في المسجد. هذه السنن محتاجة إحياء، يبقى لها ناسها لكي تثبت